السلام عليكم. سؤال بيحير المؤرخين: لو طوفان سيدنا نوح أو زي ما بيسموه العلماء الطوفان العظيم حصل فعلا، إزاي الأهرامات لسه واقفة لحد النهاردة؟ هل عدى الطوفان عليها ولا كانت في منطقة بعيدة عن الكارثة؟ وإيه علاقة سيدنا إدريس بالأهرامات وطوفان سيدنا نوح؟ أنا أحمد فاروق ودي معلومة تحيرك، ويلا بينا نبدأ الرحلة. قبل ما نخش في قصة سيدنا إدريس عليه السلام لازم نعرف حاجة مهمة. الأهرامات اتبنت في مصر من حوالي 4500 سنة فاتوا، خصوصا أهرامات خوفو وخفرع ومنقرع. وهنا السؤال الطبيعي بيجي: الطوفان العظيم اللي اتذكر في القرآن وفي أساطير بلاد الرافدين وحتى حضارات بعيدة زي الهند والمايا، هل كان قبل الأهرامات ولا بعد؟ الحقيقة إن محدش يقدر يحدد التاريخ بدقة، لكن بعض الباحثين المعاصرين بيقولوا ممكن يكون الطوفان حصل بعد بناء الأهرامات. يعني لو الطوفان كان عالمي، هل وصل للأهرامات ولا كان في منطقة بعيدة؟ وده بيخلينا نبدأ نفهم ليه الأهرامات لسه واقفة صامدة قدام الزمن، وليه إدريس ممكن يكون خطط لكل حاجة قبل الكارثة الكبيرة دي. القصة بدأت من زمان، لما قتل أبيل هابيل وقرر إنه ينفصل لوحده في أرض بعيدة. وبعدها ربنا رزق سيدنا آدم بابنه شيس، واللي نقل علم سيدنا آدم واللي بقى نبي بعد كده، ونشر رسالة التوحيد، وجه من نسله نبي الله إدريس. ساعتها كانت البشرية انتشرت وعددها كتر، وكان مازال سيدنا آدم عايش لدرجة إنه شاف أحفاد أحفاده. وفي روايات بتقول إن سيدنا آدم شاف حفيده إدريس وعاش معاه سنين. ولما اختلطت العيلة الكبيرة بعيلة أبيل اللي بدأوا في الخروج عن الطريق المستقيم واخترعوا المعازف ونشروا المعاصي، وكمان فتنوا ناس من العيلة الكبيرة، سيدنا إدريس حذر من الاختلاط بيهم، وكان بيعاقب اللي بينضم لهم، لدرجة إنه حارب عيلة قابيل، ودي كانت أول حرب في سبيل الله. وكان عنده علوم زي الزراعة والهندسة وكمان الفلك، وكان ضليع في النجوم والأجرام السماوية، واللي خلته ليه شأن كبير بين الناس. ولما فاض بيه الكيل قرر يسيب بابل وياخد عيلته وراح استقر على ضفاف النيل، لأنه شاف فيها طبيعة مناسبة للحياة وبناء مستقبل وحضارة جديدة. سيدنا إدريس لما سافر من بابل لمصر مع أتباعه واستقر عند ضفاف النيل، بدأ بالزراعة والبناء ونشر علم الهندسة والفلك. ومع السنين العلم والحضارة ازدهرت، ولكنه رصد في الفلك دلائل بتشير إن في حدث عظيم هيحصل ليه علاقة بالطوفان، فبدأ ببناء الأهرامات وخزن فيها العلوم دي خوفا على البشرية، وصممها بحيث تكون بتتحمل ضغط وارتفاع الطوفان. وبعدها بسنين كتير حصل طوفان سيدنا نوح. بعد الطوفان أولاد سيدنا نوح سام وحام ويافس، كل واحد اتجه لمنطقة مختلفة على الأرض. كل واحد ساهم بطريقة مختلفة في إعادة بناء العالم بعد الكارثة. سام مثلا اتجه لليمن والجزيرة العربية والأرض الشرقية، وأسس مدينة سام صنعاء حاليا، وبدأ نسله في التفرع لتشكيل حضارات زي العرب والفرس والروم. واتجه يافس شمال غرب الأرض وسكن الأرض الغربية، وهو أب الأجناس الأوروبية. أما حام وابنه مصرايم اتجه لمصر واللي اتسمت باسمه، وهناك بدأ ينقل جزء من علوم نوح وحكمته، وخرج جزء من علوم إدريس وبنى حضارة جديدة. والأبحاث بتقول إن في جزء من تاريخ مصر مفقود، ويعتقد إنه يخص فترة الفيضان لحد عودة الحضارة على إيد مصريون. والنسل اللي جه بعده استخدموا الأهرامات كمقابر ملكية، وحولوا المكان لرمز للحضارة، وبنوا أبو الهول كحارس صامت للصحراء واقف يحمي أسراره العظيمة. وفي روايات بتقول إن سيدنا إدريس هو الإله أوزوريس عند الفراعنة بسبب التشابه، لأن العقيدة في عهد أوزوريس هي التوحيد. حتى الثواب والعقاب بعد الموت كان عبارة عن ميزان بيتحط فيه قلب الميت في كفة وريشة في الكفة التانية، والقلب لو أتقل من الريشة بياكله كائن براس تمساح، أما القلب اللي بخف الريشة يدخل الحديقة. بغض النظر عن الاختلافات الصغيرة دي، هم متشابهين جدا. حتى رفع سيدنا إدريس للسماء ممكن يكون هو سبب خلط الناس إنه إله لما شافوه بيرفع للسماء. وكمان الأبحاث بتقول إن الأهرامات كانت متغطية بطبقة جيرية ملساء، واللي مش فاضل منها غير جزء في آخر الهرم الأكبر، واللي بتدل على منسوب المياه اللي وصل لها طوفان سيدنا نوح. هل الطوفان وصل فعلا للأهرامات؟ وهل صمودها صدفة هندسية؟
ولا خطة ذكية من سيدنا إدريس نفسه؟ هل إدريس فعلا أوزوريس ولا كل ده لغز مستخبي تحت المال الجيزة؟ الأهرامات واقفة، الطوفان مر، لكن إرث سيدنا إدريس مازال حي، صامت في الحجر، في النجوم، في كل واحد بيحاول يفهم سر التاريخ العظيم ده. وعشان كل حاجة حواليك وراها حكاية، متنساش تدوس سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان توصلك الحكاية الجاية. كان معاكم أحمد فاروق، ودي كانت معلومة حيرة.